رغم مرور سنوات على تخصيصها، لم تفرز المقاطعة 281 المخصصة لموظفي صحة ذي قار وشرائح أخرى، ما أبقى المستفيدين بانتظار فرصة الشروع ببناء منازل أحلامهم. تشمل جميع الشرائح، تقريبا عدد الشرائح 30,000 مستفيد، وحاليا احنا صارنا من 2021 لليوم ماكو مسؤول اجى وقف ويانا وطانا قطعنا، ومشغولين حاليا بدوامه، سوي كتاب ارجع الكتاب من محافظ الى نائب محافظ الى مدير بلديه لا رئيس مجلس محافظ، وما شفنا النتيجه لحد الان. ولم تتوقف المشكلة عند تأخر إجراءات الفرز، إذ تحولت أجزاء من المقاطعة إلى مقلع ترابي بفعل التجاوزات، ما قد يحمل المستفيدين مستقبلا أعباء مالية إضافية لإعادة تأهيل أراضيهم. محولينها إلى سرقة للأتربة. هاي المقاطعات اللي تحولت إلى مستنقعات وتحولت إلى مقالع ترابية، وشفنا ما شفنا اليوم من التجاوزات الكثيرة وبدون حلول. طبعا الجهات المعنية تجي هنا للموقع وتقول أنا راح أسوي حلول، لكن لا حلول، وهاي تقريبا صار سنوات بالموضوع. وتؤكد الحكومة المحلية أن الملف يسير نحو الحل بعد توجيه الجهات المعنية بالإسراع بعمليات الفرز وملاحقة المتجاوزين على أراضي المقاطعة. تم الإعازة إلى مدير البلدية بتخصيص مبالغ لغرض إكمال الإفراز. أيضا خلال المناشدة أنه بعد قيام بعض المواطنين بالتجاوز على حفر بعض المقاطعة، جزء من المقاطعة وجهنا البلدية والسيد المقام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. في المقابل، يرى متخصصون أن توزيع الأراضي السكنية غالبا ما يتم دون استكمال متطلبات البنى التحتية والخدمات الأساسية، ما يحول بعض المشاريع السكنية إلى عبء اقتصادي على المواطنين بدل أن يكون حلا لأزمة السكن. من الناصرية، أحمد السعيدي، UTV.